ومدت إيديها الصغيرة بتحاول تمسك القمر، لكن القمر كان بعيد بعيد جدا. قعدت ليلي وهي زعلانة مش عارفة توصله، وفجأة جت فراشة صغيرة بتطير جنب الشباك. قالت الفراشة: يا ليلي، القمر مش لعبة. سألتها ليلي: أمال إيه؟ قالت لها: القمر صاحبنا، هو اللي بينور الليل علشان كلنا ننام في أمان. بصت ليلي للقمر تاني وحست إنه كأنه بيبتسم لها. قعدت ليلى على الشباك تبص للسما وللنجوم، وقالت بهدوء: تصبح على خير يا قمر. وبعدها من يومها كل ليلة قبل ما تنام ليلي تبص للقمر وتقول: تصبح على خير يا صاحبي. وانتم كمان يا أطفال جاهزين للنوم؟ تصبحوا على خير.